السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. اول يوم رمضان فطرنا. بصوا هنا انا عملت زبادي، عملتها اول يوم رمضان الصبح. تمام. بسيبها 12 ساعة كده في الفرن يكون دافي. تمام. انا عملتها برضو معاكم قبل كده، بس ممكن هعملها معاكم تاني. تمام. وبرضو الفطار انا عملته برضو معاكم قبل كده، فحبيت ان انا بس اشارككم اليوم معايا. عملت رقاق وبط. ودايما انا بعمل الاكل ما بيكونش كمية كبيرة، لان احنا طبعا اكلتنا مش كبيرة، يعني ضعيفة يعني شوية. ف فالاكل ده بيكون كتير علينا، فبعملش. انا بعمل نوعين او ثلاثة بالكتير، ما بكترش في الاكل يعني. تمام. وخصوصا كمان في رمضان واول ايام بتبقى الصيام بقى صعب وكده و... وطبعا المفروض ان احنا طبعا قبل الفطار، لساعة الفطار بنفطر. بس ما ندبهاش يعني، يا دوبك عصير وتمر. احنا بنفطر طبعا 3 تمرات سنة وكده، ومية. دي اهم حاجة. وبعدين بقى العصير مثلا نبتدي بالشوربة. لو في سلطة مثلا، اكل محتاج سلطة بعمل له سلطة، لان انا مش بعمل سلطة دايما. تمام. بس كده. فبحاول بقى على قد ما بقدر يعني، بعمل كميات قليلة. بصوا انا طبعا بسجل لكم الفيديو ده وانا بعمل فطار تاني يوم رمضان. تمام. هنزل بقى ده. انا بعمل طبعا مش هقول لكم الفطار ايه بتاع عشان تشوفوا الفيديو. مش هقول لكم الفطار بتاع تاني يوم رمضان ايه. حاجة جديدة يعني كده وتغيير. تمام. وحاجة جديدة عليا ما عملتهاش قبل كده. تمام. فان شاء الله ايه الفيديو بتاعي يعجبكم. هنا عصقت اللحمة زي ما انتم شايفين كده. والبطة على النار طبعا بغسلها كويس، وبنكه الشوربة بتاعتها، لان انا بستخدم الشوربة في الرقاق. فباللي بس فيه الرقاق، مش بستخدمها في اي حاجة تانية. تمام. هنا عملت العصاير قبليها بيوم. هنا بقى انا عملت العصاير قبليها بيوم. الخروب، وعملت عناب. بصوا الخروب اهو، ابو عبد الله اللي عمله. مش انا اللي عملته، مش عشان انا ما بعرفش، بس هو قال لي سيبهولي انا هعمله يعني. عملت العناب او الكركريه. تمام اهو. وعملت السوبيا. وهنا كمان هعمل معاكم. انا كنت بلة قمر الدين قبليها بيوم يعني بميه دافيه وكده، وسبته وغطيته. المهم خلاص باش كده. المهم ان انا هعمل ايه، خشاف، لان انا عامله عصاير كتير. فهعمل بقى خشاف طبعا بالفواكه المجففه وكده. فهحط عليه قمر الدين. حبيت ان انا يعني ايه اغير، يعني اكسر القمر الدين، يعني اكسره. يعني مثلا اعمل يعني بدل ما اعمله عصير، اعمله خشاف كده يتاكل ويتشرب كده، بيبقى حلو. تمام. اهو خلصت بقى العصير، هحطها بقى في التلاجة. هنعمل بقى ايه الخشاف. هقطع معاكم الخشاف. طبعا انا بعمل كميات صغيره مش كبيره، لان طبعا ولادي ما لهمش في الحاجات دي، ما لهمش في الخشاف، ما لهمش في قمر الدين الحاجات دي. تمام. حتى الخروب والصوبيا وكده برضو ما لهمش فيها قوي. فعلى قد ما اقدر ان شاء الله كده ايه يعني، هحاول ان انا ايه اخليهم ياكلوا الحاجات دي، لاني مفيده. تمام. بصوا انا بشيل الحاجات، بشيل البذر منه. في ناس بتعمله زي ما هو كده. تمام. يعني بتعمل له زي ما هو كده، بتغسل بس الفاكهه وتحطها بالبذر بتاعها يعني. قمر سوري، البلح بنفس البذره السليم يعني. القراصية نفس الموضوع، بس انا لا. تمام. فانا هقطع كده كام حاجه، مش بعمل كميه كبيره. وعلى فكره الطبق اللي قدامكم ده مش كبير يعني، صغير مش كبير. فعملت كميه بسيطه كده. تمام. بس هبتدي بقى، هفضل بقى اقطع وكده. طبعا بتحطي، ممكن تحطي عليه مكسرات، عين جمل، لوز، بندق. بس انا طبعا لا يعني، بصراحه المكسرات لما تبقى ناشفه افضل يعني، احسن. انا ما بحبهاش كده، وحتى ولادي كمان. فهنا كان التين ناشف شويه. بس حاولت ان انا هو كده كده يعني ايه هيتبل في البتاع، هيطرى. تمام. بس هنا بقى بقطع البلح، وحطيت شويه زبيب، ما حطيتش جوز هند. مش بنحب جوز الهند في الحاجات دي يعني. تمام. حتى الصوبيا ما حطيتش عليها جوز هند يعني، عادي ممكن تحطي براحتك، بس انا ما حطيتش عليها جوز هند.
ما حبيتش صراحه، لان هو بيشرق الولاد يعني تحس ان في حاجه كده في في زورهم يعني. بس حاولت يعني على قد ما اقدر عشان يشربوا الحاجه ويحبوها، اعمل لهم الحاجه اللي هم ايه يعني تكون مسهله عليهم يعني، فاهمين؟ بس هم اكيد لما يكبروا يعني هيبقوا ايه، هيعرفوا التفاصيل دي وهيحبوا، مثلا هيكرهوا، هيقولوا لي مثلا لا حطي، لا نجربه مثلا، لا ان هم اطفال لا يعني الحاجه اللي ما بتعجبهمش خلاص مش بياكلوها. تمام. هنا غسلتهم يعني اديتهم شطفه كده سريعه، وبعدين نزلت بقى في الدرق ده. وطبعا الدرق مكتوب عليه رمضان كريم، كل حاجه كل حاجه عشان رمضان كده لازم حاجه كده مكتوب عليها تدينا فرحه كده، نحس بقى احنا طبعا حاسين بيه، لان شهر يعني من احسن الشهور في السنه ومن اسرع الشهور في السنه يعني بيجي بسرعه ويروح بسرعه يعني بجد يعني بنبقوا زعلانين، بس بيبقى بجد شهر خير، شهر فرحه، شهر في كل حاجه حلوه، في امورنا حلوه طيبه. يلا ربنا يكتر من ايامنا الحلوه يا رب دايما، ويجعلها كده زي شهر رمضان الكريم يعني. بس هنا بعمل الرقاق بقى. طبعا كان في حته سمنه في اخر حته سمنه، فحطيت عليها شويه ميه سخنه، سوري شوربه سخنه تسيحها، وبقيت اخد منها كده احط ايه على الرقاق. تمام. انا عملت معاكم الرقاق بكذا طريقه، سقيته لبن وبيض زي الجلاش، عملته معاكم بالشوربه، وهنا برضو هعمله بالشوربه عشان عايزاه مقرمش شويه، مش عايزاه طري خالص. لو عايزاه طري خالص بتحطي عليه لبن. تمام. بس هنا بقى طبعا بتظبطي، بتشوفي عملتي 4 طبقات تحت، 4 طبقات فوق، 5 تحت 5 فوق. بس كده انا هنا بعد بشوف يعني انا كده صح ولا ايه، رحت حاطه اللحمه. تمام. بس كده نزلت بقى بكميه اللحمه كده بوزعها زي ما انتم شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم الفلفل الكوبي في الرقاق بيديله طعم وريحه رهيبه رهيبه. بس المهم هنا بس بكمل بقى سقي الرقاق وكده. وطبعا كانت السمنه خلصت، فخليت ابو عبد الله يفتح لي ايه علبه سمنه تانية عشان خاطر اكمل. بس كده هنا بنبتدي بقى ايه نكمل بقى كده. طبعا هقطعه وادخله الفرن. بصوا على قد ما تقدروا ما تكتروش في الاكل، لو مثلا بتحبوا زينا كده اللي هو الاكل مش بايت، بيبقى اكل مثلا كل يوم فكتغيير يعني. فما تكتروش في الاكل. وكمان غير كده كمان يعني حرام ان يفضل اكل، يعني الاكل كمان دلوقتي يعني حرام. لو حتى فضل اكل ممكن تديه حد محتاج، مثلا لو في حد محتاج جنبك او كده ممكن، بس طبعا يكون شكله لطيف وكويس، مش مثلا البواقي بتاعتنا مثلا اللي هي حد واكل منها او كده ومثلا وما كملش اكلها فاديها، لا. فزي ما انتم ما شايفين كده، بصوا على قد ما تقدروا يعني الاكل حتى يبقى شكله حلو، اكنك عاملاه للشخص اللي بتديهوله ده، عاملاه له مخصوص حتى عشان يحس ان هو ايه يعني انتي مش يعني مدياله حاجه كويسه يعني. تمام. بس المهم ايه، انا ما بعملش بقى اكل كتير انتوا زي ما انتم عارفين كده، لان احنا طبعا اكلتنا ما بتبقاش في رمضان كمان، وفي حلويات، في كنافه، في قطايف، في الكلام الحلو ده. وطبعا العصاير بتبقى اهم من الاكل، لاني بتحسي بعطش بتروي يعني. بس يا بنات، وده كان فطارنا. دخلتها بقى الفرن، وده كان فطارنا اول ايه يوم رمضان. فانا حبيت اسهل على نفسي، فعملت هنا السمبوسه دي كنا جايبينها من بره هنا في السعوديه. انا زي ما انتم عارفين يعني انا في السعوديه، فهنا في السعوديه بيبيعوا السمبوسه بقى باللحمه، بالفراخ، بالخضار، بالجبنه. احنا بنحبها بالجبنه بس. تمام. وعملت بقى الشوربه هنا. بصوا انا حمرت بصلايه، ما حمرتهاش، دبلتها ونزلت عليها بشويه شعريه، وبعدين حطيت مرقه وميه سخنه مغليه بس كده. ما بعملش الشوربه بشوربه البط او بشوربه الفراخ او كده، لا.
بعملها خفيفه خالص، بتبقى حلوه. عايزه اقول لكم بتتشرب كلها، يعني ما بيتفضلش منها حاجه خالص. تمام، جربوها بقى بالطريقه دي هتعجبكم. انا دايما بعمل، بس انا ولادي طبعا وجوزي ما بيحبوش شوربه الخضار، يعني الشعريه عليها خضار او حاجه من دي، لا بيحبوها كده ساده. تمام، وزي ما انتم شايفين كده، بصوا السفره بتاعتنا اهي، بسيطه خالص. طبعا كنا شقينا رقنا وكنا كلنا التمر وكلنا وشربنا العصير وكل حاجه، كان تمام، كان امورنا بخير يعني. بس كده اهو، ده كان فطارنا. يا رب يعجبكم الفيديو واكون فدتكم بحاجه لو بسيطه يعني. آه بس طبعا البطه حمرتها شويه في الفرن وطلعتها، كان مدفع ضرب فحمرتها. يعني ما حمرتهاش قوي، ما خليتهاش غامقه اكتر. تمام، زي ما انتي ما تحبي بقى، حباها اغمق من كده براحتك. تمام، بس هو كده كانت حلوه يعني. اشوفكم بقى، ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. باي باي في فيديو جديد.